بص، لو فاضل أيام قليلة على الامتحان وانت حاسس إن المنهج متراكم عليك ومش عارف تبدأ منين ومتوتر ومشتت، استنى لحظة وما تقلقش، لأن الحقيقة إن في 3 خطوات بس ممكن تلم بيهم المنهج بشكل كويس جدا. بس أهم خطوة فيهم الناس كلها تقريبا بتغلط فيها، ولو ركزت فيها صح هتفرق معاك جامد جدا في مستواك ودرجتك. خلينا نبقى صريحين مع بعض، مش كلنا بنذاكر أول بأول، وفي ناس كتير جدا بتأجل لحد قبل الامتحان، وده طبيعي جدا ومش نهاية العالم. المشكلة مش إنك اتأخرت، المشكلة إنك تفضل واقف مكانك ومش بتتحرك. الوقت لسه فيه فرصة، بس لازم تشتغل بطريقة صح، مش بكمية ساعات كبيرة وخلاص، لكن بذكاء وتركيز. أول خطوة معانا، وهي أهم بداية، إنك تختار المهم بس، لأن أكبر غلطة بتضيع وقت أي طالب إنه يحاول يذاكر كل حاجة بالتفصيل، وده بيخليه يتوه ويتوتر وما ينجز. انت مش محتاج تكون كامل، انت محتاج تكون ذكي. ركز على الأسئلة المتكررة اللي بتيجي كل سنة، ركز على النقاط اللي المدرس أكد عليها كتير، افتح امتحانات سابقة وشوف الأسئلة بتتكرر ازاي. هتلاحظ إن في نمط معين في أجزاء مهمة بتتكرر دايما، ابدأ بيها فورا، وما تضيعش وقتك في تفاصيل صغيرة أو معلومات نادرة. خليك عملي، هدفك دلوقتي إنك تجيب أكبر قدر من الدرجات بأقل وقت ممكن، وده مش عيب، ده ذكاء. تاني خطوة، ذاكر بتركيز مش بعدد ساعات، لأن في ناس كتير بتفتكر إن الحل إنها تقعد بالساعات قدام الكتاب، لكن من غير تركيز مفيش فايدة. المشكلة مش في الوقت، المشكلة في التشتت. موبايل جنبك، إشعارات سوشيال ميديا، تفكير في أي حاجة تانية، كل ده بيسرق تركيزك من غير ما تحس. جرب النظام البسيط ده، ذاكر 25 دقيقة بتركيز كامل، وبعدها خد 5 دقايق راحة، وكرر ده كذا مرة. هتحس إنك بتنجز أسرع بكتير. واقفل أي حاجة تشتتك، حط الموبايل بعيد، اقفل النت لو تقدر، وخلي دماغك في حاجة واحدة بس. لما تذاكر، ذاكر بجد، مش وانت ماسك الكتاب بعين والموبايل بعين تانية. ركز وهتتفاجئ بفرق كبير جدا في وقت قليل. نيجي بقى لأهم خطوة على الإطلاق، واللي فعلا بتفرق بين طالب بينجح وطالب بيفضل مأجل، وهي إنك تبدأ فورا حتى لو مش جاهز. لأن أغلب الناس بتقع في فخ إنها مستنية تحس إنها جاهزة، أو عندها طاقة أو حماس أو مزاج، وده في الحقيقة عمره ما بيجي بالطريقة اللي انت مستنيها. مفيش حاجة اسمها هستنى لحد ما أبقى جاهز. الحقيقة إن الجاهزية بتيجي بعد ما تبدأ، مش قبل كده. فابدأ وانت مش جاهز، افتح الكتاب حتى لو مش فاهم، اقرأ حتى لو تركيزك ضعيف، اكتب حتى لو حاسس إنك بطيء. أهم حاجة تبدأ، لأن أول دقيقة هي أصعب دقيقة. بعد كده هتلاقي نفسك دخلت في الجو واحدة واحدة، وهتلاقي التركيز بيزيد تلقائي. المشكلة عمرها ما كانت في صعوبة المذاكرة،